نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. اللهم يسر وعين يا كريم. نحن الآن في الدرس الرابع عشر، النصف الثاني من شهر رمضان 1442 للهجرة، 42 و400 وألف من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم. ما زلنا في محاضرات كدورة سريعة لعلم أصول الفقه، تعطي فكرة عامة مجملة، وقد مر 13 درسا في أصول الفقه. فإذا كان هناك أو ما هو الانطباع العام عن هذه المحاضرات؟ كيف تقع عندكم؟ إذا هناك سؤال عام للمراجعة ما يخطر في ذهنكم نسمع منكم، وإذا لا يوجد سأتكلم. هكذا أحب أن أتكلم كلام عام في هذه الجلسة كمفصل بين المحاضرات. بالبداية أقول أن هذه المحاضرات ليست عميقة في أصول الفقه أو مركزة تركيزا عميقا أو متبحرا بما يغني طالب العلم تماما عن في دروس أصول الفقه، وإنما هي محاضرات تعطي الشكل المجمل لأصول الفقه، علم أصول الفقه، والهيكلية العامة لعلم أصول الفقه، بحيث تكون عند السامع رؤية تلم بموضوعات علم أصول الفقه. لذلك أنه هذه المحاضرات كملامح عامة لعلم أصول الفقه يحتاجها المثقف النابه الذكي، يحتاجها الواعظ، يحتاجها الخطيب، يحتاجها الداعية المبلغ. فكل هذه الأمور ممكن أن تخدمه هذه المحاضرات، وهي تهيئ له الجو للدخول في علم أصول الفقه دخولا واعيا متدبرا لمسائله. هنا موضوعنا لهذا اليوم سأتكلم به بشكل على النسق الذي جرى في هذه المحاضرات. موضوعنا أقسام الكلام. أقسام الكلام هو الربع الثاني من أرباع الاستدلال. قلنا الأخبار، المحور الأول أو الربع الأول الأخبار، وأخذناها في المحاضرتين السابقتين، وأقسام الكلام وما يتعلق بها، ثم أقسام الكتاب والسنة، ثم دلائل أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم، أو كيف نتعامل مع أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم وكيف نفهمها. فالآن نحن في الربع الثاني وهو أقسام الكلام. السؤال الذي يرد في الذهن: ما هو الكلام؟ ربما يرد كل حسب ما يقع عنده. الكلام يقع عند دارسين للعلوم الشرعية مباشرة في الذهن، المعهود الذهني، علم الكلام. ليس مرادا، ليس هذا المراد. الكلام هو ما نتكلم به ببساطة، الذي يخرج من أفواهنا لنعبر عن مكنونات أنفسنا، هذا الكلام. فحين ننظر للكلام نجد أن المحاور التي يتناولها أقسام الكلام في البدء أنه اللغة هي ألفاظ وضعت لمعاني ببساطة، بعيدا عن التعقيدات الأخرى أو التفصيلات الأخرى. فحين هذه الألفاظ توضع في جملة معينة
في نسق مخصوص لأوضاع كلمات يصير كلام. لذلك قال إنه حين نقرأ مثلا في النحو الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، هذا الكلام. دون هذا يصير ألفاظ ليست بمفهوم معبر، لأن الكلام هو الجملة. الكلام هذا النسق للأوضاع المعينة المخصوص لهذه الأوضاع وفق المعهود الذهني يكون كلاما. فلذلك نعرف الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. ويراد من الكلام ما يفيد الفهم، يعني يراد منه الخطاب. والكلام أيضا حين أنا أتكلم يقع عندك الكلام في البدء، ولكن هو قول لي أنا أؤمن به، أو أنا أعبر عما أؤمن به، أو عما أتصوره، عما أفهمه، أعبر عن مكنون نفسي، عن مكنون ذهني. هو قول بالنسبة لي، بالنسبة لك كلام، لكن حين تتفاعل معه يكون خطابا. ولذلك في الاستدلال نقول قال الله تعالى، قال الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا القول هنا نحن نؤمن به، وهو قول الله عز وجل وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو كلام. ولكن حين نفهمه ماذا يكون؟ خطاب. ولذلك حين نعرف الحكم الشرعي ماذا نقول؟ خطاب الشارع المتعلق بأفعال العباد أو المكلفين، هكذا. فإذا الكلام له معنى، والقول له معنى، والخطاب له معنى. فالمقصود ما يحصل من الكلام ويكون خطابا مفهوما لنا. فحين نفهم الكلام يكون خطابا لنا، حين نعبر عما فهمنا يكون قول لنا. ولذلك حين يتكلم الناس بعضهم فنقول هل هو قول لك أم رأي لعالم أو مفكر أم ماذا هو؟ يعني إذن هناك شيء تميز في هذا الباب. فحين نعرف أقسام الكلام، تعرف أقسام الكلام بمعرفة نظم ألفاظه. ما معنى النظم؟ النظم نظم الشيء أن تضع الأشياء بأوضاع معينة في نسق مخصوص، يعني كحبات المسبحة منظومة بخيطها معقودة بإمامها. هذه أوضاع معينة وفق نسق مخصوص 33 حبة، ثم تأتي مفصلة، ثم 33، وهكذا. إذن هذا نظم أوضاع معينة للحبات في نسق مخصوص. كذلك الكلام، حين نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، كلمات ألفاظ إذا لوحدها نضعها تعبر عن ذاتها، لا تعبر عن شيء آخر. نضع قل فعل أمر مجرد، هنا هو ضمير لإشارة أو لمعنى معين، لا يدل على شيء بذاته إلا بما يقترن به. حين نقول أحد، الله لفظ الجلالة معروف، لكن حين نقول قل هو الله أحد، هذا النسق المخصوص للأوضاع الألفاظ المعينة يدل على معنى يفيد التأكيد، الجزم، أن الله واحد أحد، لا يقبل التعدد، لا يقبل الشريك، لا يقبل الولد. إذن هذا الكلام الألفاظ المركبة المفيدة بالوضع أفادت معنى خطاب، كلام أفاد خطابا، وهذا الخطاب هو التوحيد. نعم.
وحين نقول الألفاظ، معاني الألفاظ هي معاني لغوية، مثل ما موجود في المعجم، مختار الصحاح، لسان العرب، المخصص، يعني القاموس المحيط، كل هذه ألفاظ لمعاني، هاي لغة، هذه معاني اللغة. لكن حين تكون في نسق معين تكون كلاما. فلذلك أنه البحث أقسام الكلام حتى نفهم له 3 جهات. الجهة الأولى من حيث وضع الألفاظ للمعاني، الجهة الثانية من حيث بيان نظم الألفاظ في سياق الجملة للدلالة على المراد، على ما تريد وما أريد وما يراد منا. والثالث من حيث تعلقه باستعمال ما تواضع عليه من الألفاظ للمعاني في معهودهم بالخطاب، بحيث يتأتى به التفاهم بين القوم وهو منطقهم ولسانهم. فلذلك الآن حين نقول القرآن الكريم هو لغة العرب أم لسان العرب، وضع بلغة العرب أم بلسان العرب، نقول وضع بلسان عربي، ما قال بلغة عربية، لأنه الاستعمال هنا المقصود. أما ألفاظه عربية وليس فيه لفظة أعجمية، على الخلاف، لأنها حتى اللفظة الأعجمية معربة فصارت عربية. فإذن القرآن الكريم كلام عربي بألفاظ عربية في نسق من حيث الوضع للبيان عربي، أسلوبه عربي، ومن حيث الاستعمال عربي. لا يعني أنه عربي هنا القوم أو القومية أو ما إلى ذلك، لا، هنا المراد قصد مراد الشارع حين يخاطب الناس، خاطبهم بهذا اللسان لأنه نزل على محمد صلى الله عليه وسلم وهو عربي، وما أرسل الله عز وجل من رسول إلا بلسان قومه. فصار اللسان هنا حجة وليس العرب حجة. ولذلك تجد غالب علماء العربية ليسوا من العرب، مثل سيبويه وغيره. فإذن هذا المقصود. إذن 3 محاور لأقسام الكلام. النوع الأول أقسام الكلام من حيث الوضع والتركيب. من حيث الوضع والتركيب يعني وضع الألفاظ للمعاني وهي تستقبل التركيب. هذا معروف وبدهي، أي طالب نحو يعرفه، ولكن هنا المراد به وضعه ودلالة هذا الوضع. فالكلام والكلم بمعنى واحد، فكلاهما جمع الكلمة. والفرق بينهما أن الكلام نظم الكلم، يعني الكلم مفردة والكلام هو النظم، الجمع لها، الجمع في نسق مخصوص ووضع معين. والكلم جمع الكلمات فحسب، لا على نسق مخصوص ولا بوضع معين. يعني حين نقول الكلمات غير الكلام، الكلمات هنا الجمع لا على وضع معين ولا على نسق مخصوص. والمفيد من ذلك هو نظم الكلم لمواضع الكلمة في سياق الجملة من لفظ المتكلم. يعني هنا الإنسان المفكر، العقلاء، لا يلقون الكلام جزافا، وإنما ينتخبون الكلمات ويضعونها في موضع معين بنسق معين لتحقيق قصد مراد عندهم. هذا الكلام سيفيدنا بعدين حين نقرأ القرآن، حين نقرأ السنة، حين نقرأ كلام العلماء، أنه ليس هذا الكلام هكذا، وإنما وضع بمواضع معينة بنسق مخصوص باختيار بتأليف معين يفيد السمع حتى حين نقرأ. لذلك ليس صحيحا أنه حين نقرأ نتعامل مع الجملة لا على قاعدة. نعم. وهو الكلام أو القول، بين قوسين النص، الكلام أو القول النص. فإذا وقع له معنى في الذهن غدا الكلام أو القول خطابا،
فالكلام والقول والخطاب بمعنى واحد في المجمل، أو هكذا يجب أن يكون في ذاته. والفرق بينها أن الكلام بحسب منطق القوم، الكلام بحسب منطق القوم، والقول بحسب حال المتكلم، يعني والخطاب على ما يقع في الذهن. إذن هناك 3 أحوال. الكلام بحسب منطق القوم، فحين أتكلم مثلا أبعثر أضع الكلمات بالمقلوب، هذا لا يعد كلاما، يعد أمر متوهم أو عبث أو شيء غير مفهوم، وإن كانت الألفاظ مفهومة بذاتها ولكن بتركيبها لا تفيد. إذن الكلام هو بمنطق القوم، بما هم عليه يفهمونه، ولا يصح أن يكون غير شكل. والقول بحسب حال المتكلم، لأن هو يعبر. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: جددوا إيمانكم. قالوا: كيف؟ قال: قولوا، يعني حالكم يتغير بلا إله إلا الله، استحضروا لا إله إلا الله، استظهروا معنى لا إله إلا الله، قولوا، إذن حالكم سيتغير هكذا. والخطاب على ما يقع في الذهن ويكون له تجاوب في الفكر والنفس، يعني في حركتي العقل والقلب. إذا تجاوب صار معناه خطابا هكذا. وأصل الكلام الكلمة، وهي المفردة الدالة على معنى بنفسها أو بغيرها. الكلمة إما تدل على معنى بنفسها أو بغيرها. وتنشأ الكلمة من اتصال أحد حروف الهجاء مع آخر بترتيب مقصود في وضع معين. يعني الكلمة أيضا مؤلفة من حروف وضعت بنسق مخصوص لوضع معين يفيد المعنى الذي وضعت له، سواء ثنائي أو رباعي أو ثلاثي إلى آخره، لتدل على معنى المسمى به بحسب عرف الواضع. فإذا اقترن المعنى بالزمن، إذا اقترن المعنى للكلمة بالزمن فهو الفعل، وإذا لم يقترن بالزمن فهو الاسم. وإذا دل المسمى على معنى في غيره لا بنفسه فهو الحرف، مثل في، عن، ف، إذا كانت من وعلى هذا تتنوع المفردة اللغوية إلى 3 أنواع: اسم وفعل وحرف جاء لمعناه. أما الاسم كلمة تدل بذاتها. هنا وإن كان هذا تدرسونه في النحو، ولكن المراد والمقصود في وضعه في هذا المجال ليس المراد النحو، وإنما المراد أنه كيف نفهم الخطاب. فالخطاب من أين متكون؟ من كلمات، فهكذا المراد. يعني لا تركزون على الجانب النحوي، وإنما المراد أنه ما المفيد هنا من ذكر هذا المعنى، سواء الاسم أو الفعل أو الحرف جاء لمعنى. بذاته على معنى محسوس، الاسم كلمة تدل بذاته على معنى محسوس سمي به، مثل إيش؟ رجل، امرأة، سماء، أرض. أو معنى محسوس أثره بالعقل كالشجاعة والمروءة والكرم والسخاء والشرف. وهذه المعاني الآن ما أحوجنا أن نستحضرها، سيما الشرف، العدالة، المروءة، مقومات هذه المعاني الأخلاقية. وفي الحالتين لا يقترن الاسم بالزمن، سواء كان اسم مجسم له واقع محسوس بالحواس الخمس مباشرة، أو محسوس أثره معنوي كسائر الأخلاق، الكرم والشرف والشهامة والشجاعة والنبل وما إلى ذلك، فهذه محسوس أثرها من السلوك والتصرفات، فنقول هذا رجل شريف نبيل كريم ذو مروءة. نقول هذا فقد المروءة إذا فعل ما لا يليق به، أو جرح في العدالة إذا فعل الحرام وترك الواجب. والفعل كلمة تدل على معنى حدث
على معنى حدث، سواء حدث في الماضي أو يحدث الآن أو سيحدث في المستقبل. فهو معنى اقترن بزمن وأصنافه ثلاثة: ماضي، وهو كلمة تدل على معنى وزمن فات قبل النطق، كقوله تعالى: تبارك الذي جعل في السماء بروجا، جعل. ومضارع، وهو كلمة تدل على معنى زمن صالح للحال والاستقبال، كقوله تعالى: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، يتبعها. هذا زمن صالح للحال والاستقبال. وأمر، وهو كلمة تدل بنفسها على معنى مطلوب فعله في زمن مستقبل، كقوله تعالى: وأقم الصلاة، أقم. والحرف كلمة لا تدل على معنى بنفسها، وإنما تدل على معنى في غيرها، دلالة خالية من الزمن والحروف، صلات بين الأسماء والأفعال. إذن لها دور هذه الصلات الرابطة. والأفعال كحروف القسم وحروف النداء وغيرها. وأقل ما يتركب منه الكلام عند أهل العربية اسمان، أقل ما يتركب منه الكلام اسمان: مبتدأ وخبر، محمد رسول، وعمر حازم، أو اسم وفعل نحو جاء عادل وبعث محمد. طبعا هنا الاسمان يعني الجملة اسمية: محمد رسول، عمر حازم. اسم وفعل ثم نحو جاء عادل، بعث محمد صلى الله عليه وسلم. أو فعل وحرف نحو ما قام، ما قعد. أو اسم وحرف، وذلك في النداء نحو يا مفيد، والمعنى أنادي مفيدا، أو أدعو مفيدا، فالمنادى مفيد، وحرف النداء وهو نائب عن فعل. هذا بالنسبة للألفاظ من الكلام من حيث الوضع والترتيب. النوع الثاني: أقسام الكلام من حيث الدلالة، ما تفيد في الخطاب، ما تفيد في الذهن. الكلام من حيث هو بيان نظم الألفاظ في سياق الجملة للدلالة على المراد، صنفان، يعني هو على حالتين. والأول وصيغه 4، وهي أمر ونهي وخبر واستخبار. والثاني صيغه 3: تمن وعرض وقسم. وهناك تقسيمات أخرى تذكر في المطولات. طبعا هناك يعني نحن اخترنا أبسط الأشياء لتقريب الصورة للذهن، وإلا هي التقسيمات ربما بأشكال أخرى في كتب المطولات، سواء من كتب العربية أو من كتب أصول الفقه في هذا البيان. وتدل صيغة الأمر، نأخذ الصنف الأول الذي هو فيه 4 صيغ. الصيغة الأولى الأمر. ما معنى الأمر؟ الأمر تدل صيغة الأمر على إرادة الفعل عند المتكلم. المتكلم يريد شيئا، فعلا معين، فيخاطب المتكلم معه، المخاطب يخاطب المخاطب، فبصيغة آمرة، بصيغة الطلب. وتدل صيغة النهي على إرادة ترك الفعل بالمقابل وليس بالمعاكسة. يعني البعض يقول الأمر وعكسه النهي، لا، ليس كذلك. الأمر ويقابله النهي، هناك فرق، هذه سنأتي عليها في مجالها في الاستدلال. نحو قم لا تقعد، قم ولا تقعد. نحو قم، قام، لا تقعد، يريد هم بالجلوس، لا تقعد، وكأن هناك شيء نهي. وتدل صيغة الخبر على ما احتمل الصدق أو الكذب. حين نسمع الكلام وفيه يخبرنا أحد عن بصيغة كلام فيه احتمال الصدق والكذب، هنا معناه الخبر، خرج عن كونه أمر أو نهي. لكن هذا الخبر هذا
يفيد الإنشاء أو لا يفيد، هذا موضوع آخر نأتي عليه في الاستدلال. لذاته نحو قوله تعالى: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلك. هذا خبر، هذا الخبر يحتمل في صيغته يحتمل الصدق والكذب، أن المخبر إما صادق أو كاذب، ولكن المخبر هنا كان من قوم موسى وهو حريص على موسى، فكان الصدق غالبه والحالة على ما هي، لكن هذا يحتاج تحقيق، معناه الخبر يحتاج تحقيق في إسناده، في صيغه، في دلالاته إلى آخره. وتدل صيغة الاستخبار الاستفهام، وهو الكلام الدال على طلب جواب، يعني هنا السائل يسأل يطلب جوابا، وليس الآمر يأمر بفعل. استخبار غير الخبر، استطلاع، استقراء، استفهام، كلها تجري في هذا الأمر مع الفوارق. وهو الاستفهام بقصد إثبات الحكم أو نفيه، وهذا ضروري. الاستخبار أو الاستفهام ضروري في التفكير، لأنه يترتب عليه إثبات أو نفي، تصديق أو تكذيب، تحسين أو تقبيح، وهكذا. نحو منه والمقصود منه التعلم والفهم فيه، نحو قوله تعالى: فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ سؤال استفهامي وينكر عليهم وشأنهم، قالوا نعم، فيقال نعم أو لا. وتدل صيغة التمني الآن في النوع الثاني، الصيغة الثانية، على طلب أمر عسير مناله، عسير المنال، وهو طلب أمر لا مطمع فيه، كقوله تعالى على لسان مريم: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. حالة شعورية، حالة يعني تعاني من معاناة كبيرة عجيبة، فهنا التمني: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. لا أحد يذكر، ولكن كان هذا خير لها، لأن ذكرها إلى يوم القيامة، ذكرها إلى يوم القيامة، فهي العفيفة الطاهرة النقية الصافية. نعم. ولكن هذه الصيغة ماذا تدل؟ على التمني: يا ليتني فعلت كذا وكذا وقد فات الأمر، أو هو خارج إطار الاختيار وواقع ضمن دائرة القضاء والقدر. وتدل صيغة العرض على الطلب برفق ولين، نحو ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فهنا هذه من سورة النور في قصة حديث الإفك، فموقف سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، موقف سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه في موضوع الذي حكى الإفك وكان ينفق عليه، فقال لن أنفق عليه بعد اليوم، كأنه يعاقبه. فالله عز وجل نزل هنا طلب برفق ولين. العرض هنا عرض، يعرض شيء: ألا تحبون أن يغفر الله؟ قال بلى، يعني كيف ما أحب أن يغفر؟ فأعاد النفقة عليه. وقوله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فإذا هذه الصيغة طلب بلين وتأدى ورفق من المؤمنين. وأما صيغة القسم فتدل على ما يترتب عليها في جواب القسم. جواب القسم هو الأمر المترتب على دلالتها، وتدخل في الخبر من وجه، نحو والله لا فعلن كذا، ومعناه الالتزام بفعل المحلوف عليه أو تركه، وكقوله تعالى على لسان إبراهيم: وتالله لأكيدن أصنامكم.
هذا النوع الثاني أقسام الكلام من حيث الدلالة على المراد. هناك القسم الثالث سيكون عنوان محاضرتنا القادمة إن شاء الله، أو النوع الثالث أقسام الكلام من حيث الاستعمال، وفيه تفصيل. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إذا كان هناك سؤال أو استفسار تفضلوا.